بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. هذا النص القرآني الكريم يحوي معجزة كونية لم تنكشف إلا في نهايات القرن العشرين. فعندما درس العلماء أسرار هذا الكون رأوا فيه عجائب كثيرة، ووجدوا فيه أنواعا كثيرة من النجوم والمجرات تملأ هذا الكون. ولكن وربما يكون من أغرب الاكتشافات الكونية ما يسميه العلماء الثقوب السوداء. فما هي حقيقة هذه الثقوب وكيف تتشكل وكيف أشار إليها القرآن الكريم قبل 14 قرنا بمنتهى الدقة والوضوح والبيان؟ في منتصف القرن العشرين بدأ العلماء يقترحون وجود نجوم لا ترى، نجوم ثقيلة جدا ولكنها غير مرئية تؤثر على حركة النجوم القريبة منها. وبعد دراسات كونية طويلة ومراقبات استمرت عشرات السنين استخدم فيها العلماء المراصد الكونية المتوضعة في الغلاف الجوي للأرض أو خارج الغلاف الجوي للأرض، وجدوا أن الثقب الأسود يتشكل بنتيجة انفجار أحد النجوم الثقيلة. فالكون كما نعلم يحوي مليارات المجرات، وكل مجرة تحوي مليارات النجوم، وهناك نجوم بحجم الشمس أو أكبر أو أصغر. وعندما يكون النجم ثقيلا جدا أي أكثر من وزن الشمس ب20 ضعفا تقريبا، فإن هذا النجم في نهاية حياته ينفجر على نفسه، تستنفذ طاقاته ووقوده ويبدأ بالانفجار ويتهاوى على نفسه وتنضغط مادته وترتفع درجة الحرارة ملايين الدرجات المئوية، ويتشكل ما يسميه العلماء بالثقب الأسود. طبعا الثقب الأسود جسم ثقيل جدا، ولكنه يشغل حجما صغيرا جدا من المكان، أي أن هناك مادة ثقيلة جدا موجودة في حجم صغير جدا. هذا هو الثقب الأسود. لقد وجد العلماء أن هذه الثقوب السوداء تتميز بثلاث خصائص أساسية. أولا، إنها لا ترى أبدا، لا يمكن رؤيتها، لأن هذا النجم الذي تحول إلى ثقب أسود وانضغطت مادته بشدة هائلة وأصبح وزنه ثقيلا جدا، فإن جاذبيته تكون هائلة وفائقة. هذه الجاذبية بسببها يجذب هذا الثقب كل شيء يقترب منه، حتى الضوء لا يسمح له بالانفلات منه. الضوء الذي يبثه هذا النجم لم يعد بإمكانه التفلت من جاذبية الثقب الأسود، ولذلك فإن هذا الضوء يرتد على الثقب الأسود ولا يصلنا منه شيء أبدا. ولكننا بالحسابات الفلكية نستطيع الإحساس بأن هناك ثقب أسود في مركز هذه المجرة يؤثر على النجوم والكواكب المحيطة به. هذه الحقيقة الأولى التي تتعلق بالثقوب السوداء. الحقيقة الثانية أن هذه الثقوب السوداء تسير بسرعات هائلة
مئات أو آلاف الكيلومترات في الثانية الواحدة، فهي تجري بسرعة ليست ثابتة، تجري وتدور حول نفسها أيضا. الحقيقة الثالثة والأهم أنها تكنس وتجذب أي شيء يقترب منها بعنف. يعني لو أن كرتنا الأرضية اقتربت من ثقب أسود ابتلعها خلال زمن قليل. يعني لذلك يسميه العلماء، يسمون هذه الثقوب السوداء يسمونها المكانس الكونية. المكانس الكونية. العجيب أن القرآن العظيم لخص لنا هذا الاكتشاف الذي استغرق ربما أكثر من 50 سنة، لخصه لنا ب3 كلمات في قمة البلاغة والإيجاز والإعجاز، في قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. فالخنس هي الأشياء غير المرئية، ونحن نقول الوسواس الخناس وهو الشيطان، أي الذي لا يرى، من فعل خنس أي استتر وغاب واختفى عنا، فهي أجسام لا ترى مختفية سماها الله الخنس. الجواري من فعل يجري، وبالفعل هي تجري بسرعة هائلة. الكنس تكنس وتجذب إليها كل شيء يقترب منها، سبحان الله. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قال: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. لذلك لابد أن نتساءل: لماذا ذكر الله هذه الحقيقة الكونية في كتابه؟ ليقول لنا إن الذي خلق هذه الثقوب هو الذي حدثنا عنها في كتابه المجيد، لندرك أن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.